انا هنا يا بنات بعمل خلطة فراخ عبارة عن بصلتين مقطعين، 2 طماطم مكعب مرقة، بهارات فراخ، ملح وفلفل اسود وكزبرة ناشفة. وهضربهم دلوقتي وهنبتدي نشوف هنعمل الفرخة ازاي. اهو يا جماعة انا غسلت الفراخ تمام كده اهي، غسلتها ونضفتها من جوه ومن بره اهي ما شاء الله، اهي بيضة قوي نضيفة خالص. غسلتها بملح وفلفل وليمون، غسلتها ونضفتها خالص ان شاء الله بتبرق اهي. وهنحط الخلطة دلوقتي هنحط الخلطة جواها وفوقيها وهنشوفها. اهو يا جماعة انا تبلت الفراخ من جوه ومن بره، وحطيت برضو تحت الجلد الخلطة اللي شفناها مع بعض من شوية، ضربتهم في المفرمة اهو كده انا تمام. هبتدي ادخل الفراخ الفرن عشان تستوي. خلاص كده يا جماعة انا طلعتها من الفرن طبعا وقطعتها بالشكل ده، وهي طلعت في ايدي طبعا وانا بفصصها وبقطعها. بس هو ده الشكل اللي طلع معايا. وانا غلطت لما انا قطعتها، كان المفروض اسيبهم يعني صحيين وكده، بس انا قطعتهم وخلاص بقى، يعني قدر الله ما شاء فعل. وبكده احنا خلصنا. بس انا عملت ايه شوية مكرونة جنبهم عشان الدنيا حر والمعدة مش متحملة خالص في الجو الحر اللي احنا فيه ده. اهو انا عملت مكرونة جنبها، مكرونة قلم، حاجة خفيفة على فكرة، ومحبتش اعمل كمية كبيرة. عملت حاجة صغيرة. طبعا انتوا عارفين الدنيا حر ومحدش بياكل كتير بصراحة، يعني محدش بياكل كتير فعلا، يعني من اقل حاجة المعدة مش بتتحمل خالص. فالفيديو كده يكون خلص، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، ومع الف سلامة. مع السلامة.